جربتوا بقى احساس لما تكونوا كده قاعدين ومستعدين ان انتوا تقعدوا تاخدوا هدنة كده مع نفسكوا وراحة، تستريحوا مثلا عاملين حاجة وعايزين تريحوا نفسكوا، وتلاقوا مثلا البيبي اللي عندكوا عيط؟ بتبقى يعني اجمل صدمة اقول اجمل صدمة ايه؟ بس يلا الله المستعان. حبيت اصور لكم المطبخ من قبل ما اعمل فيه اي حاجة. دي مواعين كانت مالية الحوض، والله العظيم انا غسل المواعين قبل ما انام. بس هي بيت العيلة كده، اللي في بيت عيلة عارف الموضوع ده، عارف ان انتي اول ما بتطلعي من البيت وترجعي تلاقي الحوض مليان مواعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي وحطوا لايك، اللايك اهم حاجة. ساعدوني بحاجة بسيطة، ده انتي هتعملوا بصبعك كده اهو على اللايك، بصي تكي كده اهو بصباعك على اللايك وخلاص. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا. حبيت بقى ابدأ معاكم بالفطار، قلت بقى اعمل فطار كده انا وبناتي نفطر، وانا وبنات وحماية، فقلت هعمل شاي. طبعا ما بنعرفش نفطر حتى العيال الصغيرة بالشاي، لازم الشاي في اي حاجة. قلت هعمل الشاي كده واعمل لهم يعني حاجة سريعة عشان الحق اخلص اللي ورايا بسرعة، واليوم يبقى عندي مرتاح يعني، فاهمين؟ فعلى عقبال يعني ما عملت الشاي كنت غسلت البوتاجاز، يعني البوتاجاز مرحلة البوتاجاز دي على ما المية في الكاتل غلت، كده شغلتين في واحد. بصوا بقى الهدف من الفيديو النهاردة هيبقى مش مترتب. مش مترتب ازاي؟ ممكن تلاقوني غسلت طبقين وكله متصور وعملت حاجة. النهارده جاي اكلمكم ازاي بنظم يومي، ازاي تخلصي شغلك في ساعتين تلاتة بالكتير وتقعدي طول اليوم ما وراكيش اي حاجة. هعلمك ازاي يعني تستغل الوقت. وكمان انا في بيت عيلة مش في شقتي كمان، يعني انت لو قاعدة لوحدك هتلاقي الموضوع معاكي سهل جدا جدا جدا. باذن الله هحاول اعرفك ازاي تخلصي الشغل في ساعتين تلاتة بالكتير، وباقي اليوم يبقى معاكي كله فاضي. لو معاكي بيبي، لو في بيت عيلة، لو وراكي اي حاجة هتخلصيها بإذن الله، واليوم هيبقى معاكي مرتاح. هقولك بعمل ايه في يومي وفي حياتي، والفيديو ده متأكدة انه هيفيدكم جدا جدا، بالذات الناس اللي ما بتلاقيش اي وقت ان هي تعمل حاجة او معاها بيبي او كده. خليكم معايا، هتستفادوا من الفيديو، هتستفادوا من الافكار، وهتستفادوا ان انتوا هتتحفزوا وتتشجعوا، وباذن الله تعملوا زي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس حطوا لي لايك ويلا بينا. عملت الفطار وعملت الشاي، وقلت بقى يعني بناتي بيحبوا الاكل دي قوي، عملت لهم كده قطعت اللانشون في الزيت وعملت لهم عليه ايه بيضه كده يفطروا بيها مع الفطار. طبعا انا كنت موضبه فطار تاني، جبنه فول، كنت عامله بلح، وكان في جبنه قريش كمان، يعني حاجات خفيفه كده، يعني مش حاجات تقيله باذن الله. عملت لهم الاكله اللي هم بيحبوها دي، وطبعا قلت اصورها معاكم. الفكره دي بتبقى حلوه للي عايز يجربها، للي معرفهاش، وفي ناس كتير طبعا عارفاها، بس احنا بنحبها وهم ترى بيحبوها زينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل ده يا جماعه يعني ما خدش مني نص ساعه، فطار بشاي ببوتاجاز بكله، عملته كله في وقت واحد. يعني انا عقبال ما استنيت المية تغلي، طب ما انا كده كده هقف جنب المية عقبال ما تغلي، فانا ليه ما استغلش الخمس دقايق دول؟ شطفت فيهم البوتاجاز، وطبعا بوتاجاز نضيف ما فيهوش اي حاجة، فشطفت البوتاجاز فيهم وكده خلصت انجاز وخلصت وقت وعملت حاجة، ما وقفتش كده على الفاضي في المطبخ. كده كنا فطرنا وخلصنا، وقلت هلم الاكل بقى من على الصينيه. طبعا دخلت الصينيه وقلت هلم الاطباق وهلم الحاجات الباقيه يعني من الفطار، ودخلت بقى على المواعين. دي قلت هفضي الحوض شويه. يعني ازاي؟ ان الحوض متكركب قوي، مش هعرف اعمل حاجه جنبه وهو كده، بمعنى اصح. قلت هعمل الكوبايات وهخلص شوية مواعين كده اروق بيهم الحوض، وهسيب شوية، مش هعمل كله مرة واحدة، مش لازم ان انا اقف على الحوض اخلص كل المواعين مرة واحدة. الحوض اقسم بالله ما بيخلص مواعين، ما بيخلصش مواعين خالص. يعني عايزة اقول لكم والله العظيم اليوم ده انا غسلت كمية المواعين دي وطلعت بره ودخلت لقيت كمية مواعين تانية، فاهمين؟ بعد الغدا انا ما كنتش اتغديت معاهم، حطيت لهم الاكل ورحت الشقة، ورجعت لقيت الحوض متكركب تاني. هم عملوا الاكل وكده لقيت الحوض متكركب، مسكت المواعين غسلتها.
جيت بالليل الحوض متكركب، غسلت المواعين، مسكت المواعين غسلتها. يعني ايه، المواعين ما بتتفضش خالص والله العظيم يعني. اسألونا، أنا اللي عارفة. وكمان يعني انتي ما كنت في شقتك وموسخة حاجة وحطها، انتي عارفة ان الحاجة دي هتغسليها، انما ممكن تغسلي المواعين وحد تاني يدخل المطبخ يعمل اي حاجة وتدخلي تلاقي الدنيا مكركبة وراه. فهو بيت العيلة كده، بيت العيلة في المواعين بالذات يعني صعب شوية. ببقى قايلة خلاص بقى انا هعمل كل حاجة بالليل وهخلص كل حاجة وهصحى الصبح بقى فايقة، مش هيبقى ورايا حاجات كتير. احط الاكل جنبي لو في طبقين فطار كده، ادخل المطبخ والله العظيم اتفاجئ ان الحوض مثلا مليان. وده اكبر دليل ان انا غاسلة مواعين من بالليل وصبحت لقيته كده. فهو ده بيت العيلة، وربنا يا رب يديمها، لان دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة دايما كده. طالما في مواعين متوسخة وفي دنيا مكركبة، اعرفي ان انت عندك قوت يومك وعندك اكلك وعندك خيرك. يعني ده خير. المواعين اللي لما بتلاقيها وسخة في الحوض ما تزعليش، تحمدي ربنا. اول ما تلاقي الحوض كده مليان مواعين ومليان بواقي اكل وكل ده، تحمدي ربنا وتقولي الحمد لله. غيرنا مش لاقي، غيرنا يعني ما عندوش حاجة يحطها في الاطباق ياكلها، ممكن يجيب حاجة كده في طبق ولا اتنين. مفيش مواعين، بس كتر المواعين ده خير والله خير. فانت لما تلاقي الموضوع كده، اعرفي ان ده خير عندك، وتحمدي ربنا وتستغفريه وتصلي على النبي كده و... وحسي بالخير اللي عندك، لان احنا فعلا مش حاسين بيه لان احنا فيه. انما غيرنا يعني ربنا يرزق كل الناس ويطعم كل الناس، ويا رب محد يبج عن ابدا ابدا ابدا. وربنا يرزق كل الناس. والله العظيم دايما اقول يا رب لو كلنا نبقى زي بعض، بس هو سبحان الله مش هينفع ان احنا كلنا نبقى زي بعض. ربنا له حكمة في كده. غسلت شوية المواعين، فوقت الحوض، وبعد كده حماتي قالت لي اعملي عدس. احنا كان عندنا سمك، كانت هي شارية سمك بليمي. البليمي لو حد عارف ان بليمي حد بيقول تاني خناين، خناين او بليمي حسب ما بتسموه. قبل كده كنت عملت الاكلة دي وقلتولي في التعليقات احنا اول مرة نشوف عدس مع سمك مشوي. احنا بنحبه كده، بنحب الاكله دي. بنحب ما يكون عندنا سمك مثلا اللي هو الصغير اللي هو الخنان او البليمي، او سمك مشوي عادي، بنحب نعمل جنبه حاجه. عارفين لو عاملين لحمه وجنبها خضار، الخضار لما بيفيد نقول نعمل سمك مشوي عشان ناكل الخضار جنب السمك المشوي. عندنا سمك مشوي نقول نعمل مثلا شويه عدس جنب السمك المشوي، كزي سلطة كده، فاهمين؟ يعني بدل ما تعملي سلطة جنب السمك، احنا بنجيب الخضار وبنجيب العدس وكل حاجة جنب السمك المشوي معاه. فبعد ما خلصت شوية مواعين، قلت طب انا هفضل لما هغسل المواعين دي كلها وبعد كده اطبخ اتأخر؟ طب ليه؟ طب ما انا احط العدس جنبي على ما اخلص مواعين يكون العدس استوى وكده ابقى نجزت برضو، فاهمين؟ عملت حطيت العدس و ازيك يا سوسو، خرعتين، خضتين حبيبي. وكملت بقى المواعين بقى، وزي ما قلت لكم كل حاجه في وقت واحد. كل ده والله العظيم كانت الساعه مثلا ما تجيش 11 مثلا وانا صاحيه، يعني 9:30 تقريبا او 9 في الحدود دي. عملنا نفطر وقعدنا نفطر، وغسلت المواعين وغسلت البوتاجاز وحطيت الاكل جنبي. فكل حاجه في وقت واحد. مش هتتعبي ابدا. يعني حاولي تستغلي الوقت بس يكون عندك طاقة كده وباور ونشاط. وزي ما قلتلكوا اتفرجوا على الفيديو ده للاخر، هتستفادوا جدا وهيبقى عندكم طاقة وحماس. ودايما احمدوا ربنا على المواعين، احمدوا ربنا على الطبيخ، على الترويق، عندكم مأوى واكل وملبس غسيل. كل ما تعملي شغل احمدي ربنا، احمدي ربنا على كل حاجة. احمدي ربنا على شقاوة العيال وتعبك معاهم، واحمدي ربنا ان هما بيوسخوا البيت يعني ساعات احنا بنبقى مروقين ويجيبوا صندوق الالعاب يفضوه اكنك مروقتيش، وممكن يدخل عليكي ضيوف، يدخل عليكي اي حد في اي وقت والدنيا مكركبة. فهي دي احمدوا ربنا عليها. يعني سبحان الله لما العيل كده بيتعب مننا ويرقد وينام، بنبقى طب قوم يا حبيبي، قوم العب وقوم اتنطط، قوم فضي الالعاب، قوم ولع في الشقة بس قوم.
اما بيبقى عندهم دور سخونية ومنيمهم في السرير، بنبقى احنا قلبنا وجعنا نفسنا ان هما يقوموا يعني ينكتوا الدنيا. سبحان الله، اللي عنده طفل معاق، اللي عنده طفل ما بيقومش، عنده ضمور، عنده حاجة مش عارف يقوم يلعب زي بقية الأطفال التانيين، بيبقى نفسهم بس ان هما يقوموا يلعبوا، يقوموا يعفشوا البيت، يقوموا يعملوا اي حاجة، بيبقى بس نفسهم في الحاجة دي. متخيلين انتوا بقى احنا بنبقى يا لهوي والعيال عاملين فينا انا اولكم على فكرة، مش يعني انا بقول لنفسي، يعني انا بنصح نفسي معاكم وبذكر نفسي معاكم. والله العظيم الحمد لله، الواحد كده لما بيقعد مع نفسه يفكر يقول الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله ان احنا احسن من غيرنا، ان احنا عيشتنا حلوة، بنلاقي عشانا، بنلاقي بيت نقعد فيه، لاقيين لعب نديها للعيال يوسخوا بيها الدنيا. فالحمد لله على كل حاجة، نحمد ربنا ونشكره. وعايزة اقول لكم كمان ان احنا واحنا رايحين نعمل الحاجة لازم يعني ننوي ان الحاجة دي لله، مش عشان اراضي حد او عشان حاجة، لله. هتطبخي، انا هعمل حاجة دي لله، هتغسلي لله، هتروقي لله، بعمل كل حاجة لله. والله العظيم كانت ناس كتير مثلا يعني يقولوا يعني صحتك راحت مش عارفة ايه في بيت العيلة، بقولهم الحمد لله، كل حاجة بعملها وانا بنويها لله، مش عشان حد. والحمد لله، يعني الحمد لله، ربنا يرضينا كلنا، وربنا يدينا الصحة ويخلينا نعمل دايما، ويديم الحاجات علينا، ويديم اللمة والأكل والملبس وكل حاجة. الحمد لله يا رب. بصوا بقى، انا كده خلاص كنت خلصت بقى يعني طبيخ. ده السمك اللي احنا هناكله مع العدس، عشان كلكم قلتلي ازاي سمك مع عدس. السمك ده الصغير اللي انتوا شايفينه ده الكيلو بيعدي 100 جنيه. والله العظيم الكيلو بيعدي 100 جنيه. يعني مثلا آه في ناس بتستغل الموضوع، وفي ناس يعني بتبقى متهاونة، واحنا يعني بيبقى متوفر عندنا عن ناس تانية كمان. طبعا بقى زودت الزيت في الطاسة كده، وقلت هقدح للرز، وهزود شوية واعمل التومة للعدس. فهو التليفون فصل، فهو انا عملت التومة في نفس الطاسة ده وقدحتها للعدس، الطشة بتاعت العدس بمعنى اصح. وحطيت لهم يتغدوا، وغسلت المواعين بعد الغدا، حصل حاجات كتير في باقي اليوم، يعني اليوم مش مختصر على الحاجات دي. رحت شقتي، عملت الحاجة اللي انا عايزة اعملها، حطيت الغسيل في الغسالة ونشرته ولميت التاني، حاجات تانية كتير. بس هي يعني احنا بنتعب، يعني في اوقات بيجي علينا تعب وزهق. مثلا انا بصور وانا بعمل، طب عايزة الكاميرا في الجنب ده عشان اجيب حاجة معينة للمتابعين، عايزة احط في الجنب ده نقلة الرينج لايت معايا في كل حتة. فببقى عايزة اجي مثلا، ببقى خلاص بقى يعني زهقت، اتضايقت، عايزة اخلص بسرعة واقعد كده، يعني فاهمين. ده بقى كان المغرب، يعني انا حصل احداث كتير بقى بقول لكم في نص اليوم ده. المغرب كانت حماتي جايبه 4 كرنبات وحطاهم من قبلها بيوم ولا بيومين كمان. فقلت بقى هما محطوطين هيتبلوا وشكلهم مش حلو بقى ان هي محطوطين ورايحين جايين عليهم، هتقول مثلا سايباهم كده. فقلت اما اعملهم بالمرة ونرتاح منهم. مسكته بقى، شلت الورق الاخضر اللي عليه، ما برميش الورق الاخضر كله، بسيب حوالي مثلا 5 6 كده من الورق الاخضر ده، بنفرشه في ارضية الحلة تحت المحشي. اللي هو يعني مثلا مش اخضر قوي بنحشيه، لكن الاخضر قوي اللي هو بيبقى اول صف ده لا، مش بيبقى حلو في المحشي خالص، بيبقى مجلد كده وجامد. فاحنا بنحوش الورقة اللي هي ممكن طرية شوية، بنحطها في ارضية الحلة، والباقي بقى مثلا بنحطه للبط اللي كده، فاهمين، مش بنرميه برضه، بنستفاد منه بما اننا عندنا طيور وبط وحاجات من دي. كنت حاطه حلة على البوتاجاز، غالية فيها مية، وطبعا حاطة فيها شوية ملح كده محترمين. ممكن البوتاجاز يبان بقى مش نضيف في اللقطة دي، انتوا شايفين بنفسكم، شايفين وانا بغسل البوتاجاز ومخلياه زي الفل الصبح وانا بعمل الفطار في اول الفيديو. فهو
طول اليوم بقى بنغرف رز وقع اكل وقع كده فاهمين، فانا مش هغسله اخر النهار تاني، فحرام يعني، ان الجسدك عليك حق يعني ما. فوالله العظيم صبحت غسلته والله، وحياة عيالي اول ما قمت حطيت الاكل يعني. الفيديو ده أنا بمنتجه لكم مثلا تاني يوم، لان تقريبا انا ما عرفتش اعمله في يومها، لان يعني تعبت وكنت عايزة ارتاح، عايزة افضي دماغي شوية فكده. قمت حطيت الحلة بتاعت اللحمة من قبل ما اغسله، فلقيت المنظر مش عاجبني، فروحت غسلت نصه وسبت الجنب اللي هو محطوط عليه الحلة تاني يوم، وبعد كده هغسله بإذن الله. شايفين بقى الكرنب بتاع الايام دي، من الكرنب اللي هو الناعم، اللي هو ما بياخدش سوا ولا سلق، بتحطيه في الحلة وتشيلي على طول اول باول كده، لو سبتيه بيتهري منك ويتقطع وانت بتحشي وهيعذبك، وبصي هتكرهي اليوم اللي انت سلقتيه فيه. لكن الكرنب بتاع اليومين دول من الكرنب اللي هو البلدي، الورقة اللي هي الناعمة. انما لما بيكون اللي هو المحشي بتاع الورق التخين ده بتسويه كويس يعني، بتسيبيه دقيقتين ولا حاجة وتشيلي ورقة بورقة بالراحة كده، انما ده ورقه ناعم جدا ما يتسابش خالص. اول ما بقلبه يعني بسيبه حوالي يعني نص دقيقة مش اكتر، وببقى حريصة بقى ان انا اشيل ورقة بورقة كده ما تتقطعش مني. بتشيلي ورقة ورقة زي ما انتوا شايفين كده، مش بسيبها خالص يعني، انا ما وقفتش الفيديو، لا انا بشيل معاكم على طول، ما بستناش. استنيتي هتيجي تحشي تلاقي الورق منك بيتقطع، وبصي تبقي زهقانه وقرفانه من نفسك وتقولي يا ريتني ما حشيت، بتبقي قاعده كده تنفخي وما انتش طايقه نفسك. بالذات الموضوع ده انا ببقى متضايقه منه جدا لما بيكون الورق مش مساعدني على الحشي ويأخرني بقى فاهمين. لا اظبطي بقى السليق بتاع الورق بتاعك تخين، زودي السليق رقيق كده او ناعم او بلدي بمعنى اصح، حطي وطلعي حطي وطلعي على طول. وكمان لو انت هتفرزيه لازم تطلعيه يعني على طول بقى، على طول ما تسيبيش خالص، لا انت دبليه بس كده وطلعي، لان اللي بيبقى في الفريزر ده بيستوي في الفريزر اصلا يعني، بتلاقي الورقة كده طالعة مستوية لو اتحطت خضرة. فاللي هتفرزيه بتعمليه بتحطيه في المية وتطلعيه على طول، ما بتستنيش حتى ما تحس ان الورقة استوت، لا بتطلعيه على طول وهو اخضر. هتحشيه في يومها بتظبطيه بقى بتخليه مظبوط. دي كمية طبعا مش هنحشي كل الكمية دي، فاحنا فرزنا سيبنا اكله وفرزنا الباقي. طبعا في ايام ما بيبقاش فيها كرومب، بيبقى الكرومب غالي، فهو بينفعك اللي بيبقى في الفريزر ده جدا. بصوا بقى شايفين طريقة التقطيع، بمسك الورقة واتنيها واشيل العرق منها، وبعدين بقطعها بقى بالشكل اللي انا هوريه لكم، بحط ورقة خضراء عشان تشوفوا التقطيع. بقطع كل ورقة على قد المحشاية، شايفين انا بحط في الفريزر كده كل ورقة على قد المحشية بنفس النظام دي. بتطلعي الورق من الفريزر وتيجي تحشي تلاقي الورق سالك معاكي، وكل محشية بصي مش لازقة في اختها، ما تقعديش تجيبي ورق وتقطعي وتعملي، لا بتلاقي الموضوع معاكي منجز جدا 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 وبيفيدك قوي. بتلاقي كل كده ورقة ماسكة نفسها، وفوق التانية مرصوصة رصة، طبعا بترصيها كويس وانت بتحطيها في طبق فل ولا حاجة في الفريزر، وتلاقي الورق عمر ما ورقة بتتقطع منك، مفيش ورقة تتقطع منك ابدا في التفريزة دي. فهو زي ما قلت لكم اليوم كان فيه احداث كتير، بس بالله عليك استحلفك بالله لو انتي واصله لحد هنا ما تنسى تحط اللايك وتكتبي كومنت حلو، وتشتركي في القناه لو مش مشتركه، وتفعلي الجرس. وزي ما قلت لكم اتفرجوا على فيديوهات روتينات وحاجات، بالذات حاجات بيت العيله دي هتشجعك وهتحفزك قوي. فده نهايه الفيديو، استودعكم الله، مع السلامه.